هل إبراهيم عادل هينضم لصفوف النادي الأهلي فعلا؟ حابب أقول لك إن في مشكلة بالنسبة لإبراهيم، هي مشكلة بتمثل حلم كان بيحلمه من هو صغير. يا ترى إيه السببين اللي عطلوا انتقال أهم وأفضل موهبة في مصر في الوقت الحالي؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على الوكالة سبورتس. طبعا كلنا عارفين إن إبراهيم عادل واحد من أهم أفضل أبرز المواهب في تاريخ مصر، لكن للأسف الاحتراف الخليجي سحبه بدري. تصور لاعب بالإمكانيات دي، بالقوة دي، بالحجم اللي معمول عليه من هو عنده 19 سنة يروح نادي الجزيرة الإماراتي، مش تقليلا من الدوري الإماراتي، لكن كلنا شايفين حتى مستوى الكرة الإماراتية مش جاية أو قريبة من مستوى الكرة السعودية. المهم إن اللاعب كان بيحارب بقدر الإمكان إن هو ينتقل للاحتراف الخارجي وخصوصا الاحتراف الأوروبي، وكان جاي له عرض من نادي ختافي الأسباني لكن ما تمش في النهاية الموافقة عليه، وده لأسباب كتيرة جدا، منها إن بيراميدز كان محتاج فعلا اللاعب وقتها لأنه بيخوض أكتر من بطولة، كان أبرزها مثلا السوبر المحلي والسوبر الإفريقي، كان أبرزها مثلا السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والمنافسة على الدوري. يعني بيراميدز كان معاه حق، لكن بيعه لنادي الجزيرة الإماراتي على الرغم من وجود عروض أوروبية كان غريب. أي نعم عرض الجزيرة ممكن يبقى أفضل، لكن ده دمر حلم اللاعب الشخصي وخلاه زي ما تقول كده مجرد لاعب عادي. المهم إن النادي الأهلي أول لما إبراهيم مشي ابتدى يتواصل معاه مرة تانية. على فكرة إبراهيم عادل عمره ما كان بعيد عن عيون الأهلي، سواء وموهبته لسه بتبرز مع بيراميدز أو حتى بعدها، وكان قريب من الانتقال لصفوف المارد الأحمر في وقت من الأوقات لما بيراميدز كان هيتصالح مع الأهلي، لكن بعديها كل حاجة باظت. المهم إن المفاوضات رجعت تاني وإبراهيم كان موافق عشان بعد ما يخلص أول سنة في عقده يقدر بعد كده ينتقل للنادي الأهلي، لأن في بند في عقده مع الجزيرة الإماراتي بيمنعه من الانتقال لأي نادي في الدوري المصري في أول موسم. لكن حابب أقول لك إن حلم الاحتراف رجع تاني، ونادي ختافي الأسباني رجع يتفاوض مع إبراهيم عادل لأنه واحد من أهم المواهب اللي كان عايزينها. المهم إن إبراهيم وقف كل المفاوضات مع النادي الأهلي على الرغم من إن هم كانوا مخلصين كل حاجة معاه، عشان بعد كده يقول لهم أنا هضطر أوقف دلوقتي عشان أكمل حلمي. مسؤولين النادي الأهلي لسه ما ادوش لإبراهيم رد نهائي، خصوصا إن في كلام إن اللاعب أصلا وقع بشكل رسمي وإن في ورقة بتؤكد إن هم ممكن يتفاوضوا مع الجزيرة الإماراتي. الموضوع لسه ما خلص وإبراهيم متمسك بحلمه الأوروبي. هل الأهلي هيسيبه ولا هيتمسك بضمه ويحاول يقنعه؟ قول لنا رأيك في التعليقات.